السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة، يا رب يعود علينا الأيام بخير وعيد سعيد على الجميع إن شاء الله. خلاص احنا لسه مكملين في سلسلة نواعم العيد في الكحك والبسكوت. عملنا الكحك مع بعض ودلوقتي بنعمل البسكوت النشادر بطريقة سهلة وبسيطة. وعجينه برضو مفيش أسهل من كده، برضو بطريقة سهلة خالص طريقة العجن بتاعه. البسكوت ده عملت الكمية ديت من 3 كيلو سكر ومن 6 كيلو دقيق. رموا معايا بصراحة ال6 كيلو دقيق بيملوا معايا التلات اسطال دول، السطلين دولت والسطل الفاضي انا لسه هعبيه بصراحة. وده الكحك اللي احنا عملناه مع بعض، انا جبته كده في التصوير. السطل اهوت لسه هحط فيه البسكوت. البسكوت معايا بصراحة البسكوت النشاتر بيفرط كتير، بيرمي كتير، مش زي بسكوت المقادير. يعني بتحسي كده ان بيرمي معاكي كمية كبيرة. على حسب بقى ما انت حابة تعملي. هنقول مع بعض دلوقتي مقادير الكيلو، مقادير الاتنين كيلو. هنشوف مع بعض مكونات البسكوت ايه. معايا للبسكوت 3 كيلو من السكر زي ما قلت لك. معايا 3 كيلو من السكر بلاه في ميه، حبه تبليه في لبن براحتك، حبه تبليه في عصير برتقال براحتك. دول 3 كيلو من السكر بلاهم في كيلو ونص ميه. يعني عبار السكر، لو جم رطلين سكر حط رطل ميه، جيهم رطل سكر حط نص رطل ميه. تمام كده. ومعايا 12 بيضه، ده بيض بلدي. بحط للكيلو الدقيق بيضتين، للكيلو السكر بحط 4 بيضات 3 بيضات على حسب يعني. ومعايا كيلو سمنة، كيلو سمنة. وهاخد من الازازة ديت نص كيلو من الزيت. حابة تعمليه بزيت كله براحتك زي ما انا بحب بصراحة وبفضل. حابة تعمليه بسمنة كله براحتك، انا بحب اعمله بالزيت، بس بصراحة المتوفر عندي السمنة اكتر فعشان كده ضفت السمنة اكتر. ومعايا الروايح ازازتين برتقان، ومعايا ازازة ريحة الموز، ومعايا ازازة كنز مرندة، ومعايا ربع كيلو من جوزة الهند انا طحناها ناعمة كده ومغطياها لانها بتنشف بصراحه وبتحصول كده، فعشان كده مغطيها عشان تفضل مرطبه. ومعايا خميره النشادر. الكيلو من الدقيق، كيلو الدقيق بيبقى عليه معلقه ممسوحه من بتاعه الاكل ديت خميره من ديت. بس انا بصراحه افضل ان انت تجيبيها من العطار او من المحل اللي انت بتجيبي منه. قولوا له ان انت هتعملي قد ايه سكر بيديكي بالجرام بصراحه يعني. انا هنزل بالبيض بتاعي كده. دي مكونات البسكوت معايا. هنزل بالبيض معايا في الخلاط. حابه تضيفوا كل حاجه في الطبق وترب بايديكي كده براحتك، بس انا بحب اسهل على نفسي واحط البيض في الخلاط وانزل عليه بالروايح بتاعتي. حابه تستبعدي البيض زي ما قلت لك براحتك، حابه تستبعدي الكنز براحتك، حابه تستبعدي جوز الهند براحتك. الاساسي معايا هنا الدقيق والسكر والسمنه والروايح، بس ده الاساسي وخميره النشادر. لكن البيض والكنز والجوز الهند مش اساسيين، دي اضافات احنا بنحطها نطعم بيها البسكوت وبنديله برضو يعني قيمه غذائيه لاولادنا برضو ولينا. وبصراحه بيدي للبسكوت طعم حلو وريحه حلوه. يعني احنا دي اضافات احنا بنضيفها من عندنا. حابه تستبعديها براحتك، حابه ما تضيفهاش حابه تضيفيها براحتك يعني. انا عندي السمنه بتاعت الكيلو السمنه انا كنت سيحته بدل ما اربه لانها محجره كده في الصفيحه. سيحتها على النار. كيلو سمنه وزنته وحطيته في العجانه وسيحته وسبته لما ختم كده. وهنزل عليه بنص كيلو من الزيت زي ما قلت لكم. الكيلو الدقيق ليه ربع سمنه او ربع زيت او خلطي بقى من ده على ده. هنزل عليه كده الكوبايه من دي ربع كيلو من الزيت. ربع زيت ربع سمنه، الكوبايه ربع كيلو. تمام. هنزل بكوبايه، المفروض انزل بكوبايتين، انا هنزل بنص كوبايه دلوقتي علشان او مش نص يعني، هي اقل اكتر من ربع، حاجه بسيطه كده. وممكن تستبعديها لان البيض عندي برضو فيه ماده دهنيه، فبالتالي البيض برضو بيدي معايا يعني ايه بينعم معايا البسكوت. فاهمه قصدي؟ فانا هدي معايا ايه ربع كده للكوبايه من الزيت. مش هحطه كله علشان زي ما قلت لك ما يبقاش ناعم قوي. لان البيض لو مش هتحط بيض يبقى هتحط كميه السمنه كامله. الزيت او السمنه هتبقى كامله لو مش هنحط بيض. هنحط بيض يبقى هنحوش حته يعني. بس لما توزني مثلا كيلو دقيق وربع كيلو سمنه، حوشي معلقه من بتاع الاكل ديت هتقومي حيشاها من الربع كيلو. تمام كده علشان البسكوت معاكي ما يبقاش ناعم قوي. عفوا.
هرب بقى السمنه كده بالزيت زي ما انتم شايفين، وخلطت البيض. وطبعا لما خلطت البيض انا حطيت معاها جوز الهند علشان افرمها برضو تكون ناعمه قوي، علشان يعني لما زي ما قلت لك لما عملتها في الكبه بتنشف كده وتحصول معايا. فعملتها مع البيض كده علشان ما تدوخنيش واقعد الف كتير على ايدي. بسهل معاكي الامور. حط كل حاجه كده في الخلط، حتى لو حابه تحطي الكاكولا وجوز الهند والبيض والروايح كله في الخلاط براحتك يعني. ولو عندك عجانة يكون أفضل، هتحط كله في العجانة للسوائل طبعا. بتحط السوائل كلها مرة واحدة وتقوم نازلة بالدقيق. أنا ضفت السوائل كده زي ما انتوا شايفة كلها مرة واحدة، حتى السكر نزلت بيه اهوت. وطبعا بيبقى فيه شويه كده من السكر في الاخر كده ما تضيفهمش. يعني تقريبا احنا على طول يعني كانت امي تقول لي مثلا يعني مش مثلا ده اكيد ال3 كيلو سكر ال3 كيلو دقيق حط لهم كيلو وربع سكر، يعني مش كيلو ونص سكر، كيلو وربع عشان ما يبقاش مسكر قوي. فانا حاطين هنا 6 كيلو دقيق، المفروض 3 كيلو سكر، لا كانت تقول لي حط 2 كيلو ونص وشويه كده يعني معلقتين كده عشان ما يبقاش مسكر قوي. فالسكر اللي بيفيض ده مقابل اللي انا كنت هحوشه في البدايه يعني. ودي خميره النشادر اللي انا نزلت بيها زي ما انتم شايفين كده، بنزل بيها برضو. بتبقى ريحتها نفاذه قوي يعني، بتبقى بتحشي وشك كده بعيد لان بتبقى ريحتها طالعه جامده يعني. سبحان الله يعني لها ريحه مش حلوه قوي ساعه العجين يعني. بدوبها كده في الماده السائله بتاعتي. ولو حابه تنزلي بيها برضو على الدقيق عادي برضو، بس بصراحه انا يعني طول عمري وام علمتني ان انا اضيفها كده على الماده السائله. هنزل بالدقيق بتاعي ده تدريجيا كده زي ما انتم شايفين. هي الكميه مظبوطه بس برضو هنزل بيه تدريجيا كده زي ما انتم شايفين. ربما ان الفينو بتاعي لان انا حاطه زي ما قلت الفينو ده الدقيق ده 4 كيلو من الفينو عليهم 2 كيلو علامه من اللي انا طحناه من الدقيق اللي بتاع الغله. 4 فينو على 2 يعني. لو ما تعمليش لما تيجي تعملي بسكوت، واحدة بتعمل مثلا من الفلاحين زي حالاتي كده، ما تعمليهوش كله علامة علشان ما يبقاش مكتوم معاكي يعني. حط له شوية مثلا 3 فينو و3 دقيق علامة، بيظبط معاكي البسكوتة شوية الفينو بصراحة. بنزل بالدقيق واحدة واحدة ليه؟ علشان زي ما قلت لك الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق. فبالتالي انا هعجن العجين بتاعي لازم انزل بالدقيق يعني عشان يعني ايه على مراحل، علشان اشوف الفينو اللي معايا ده بيشد كده بيشرب سوائل ما بيشربش يعني. في الدقيق زي ما قلنا بيختلف من دقيق زي الكحك برضو، بيشرب في دقيق بيشرب السمنه، وفي دقيق ما يعني ينطر السمنه كده بالبلد زي ماما ما بتقول على طول. عجنت كده زي ما انتم شايفين. وطبعا ما تضيفيش بقى، ما تقوليش انا هحط دقيق الا اذا حسيت ان محتاج دقيق. انا شايفاه ان العجينه لابسه وحلوه قدامكم اهي، مش لابسه قوي. وخصوصا اصلا كمان لما نخبز البسكوت بتاعنا في المفرمه لازم أن تكون مايله شويه انها تكون لابسه، يعني مش لابسه قوي يعني حاجه بسيطه كده، علشان ما يدوخنيش واضطر احط دقيق او اعص ايدي في الزيت او اعص ايدي في الدقيق وانا بفرم. لا، اعجني المقادير مظبوطه والدقيق بتاعك مظبوط يعني. ده انا كنت بقى يعني انا كان عندي شويه دقيق برضو محضره شويه دقيق، لو قبلهم كنت هحطهم زي ما قلت لك عشان ما تقوليش ان انا قلت لك على المقادير وحاجه طلعت معاكي كده ولا كده. انت وجهه نظرك وانت بتعجني لقيت العجينه لينه معاكي وعايزه مثلا كوبايه دقيق كوبايتين دقيق، حطي مش هيجرى حاجه لان هو بيختلف زي ما قلت من فين لفين. حبيت ان هي مثلا طب لو انت حطيت الدقيق 6 كيلو دقيق مع ال3 كيلو سكر مثلا، ولقيت العجينه لابسه، هتعملي ايه؟ ممكن تضيفي كوبايه كاكولا او كوبايه عصير برتقال او كوبايه، لا مش بالكوبايه يعني نص كوبايه تدريجيا كده يعني. ممكن تضيفي المكونات دي وممكن تضيفي ميه عادي. تمام. بس انا بصراحه لما كانت بتحصل معايا والاقي العجينه بقت لابسه معايا ممكن اضيف شويه كاكولا او شويه عصير برتقال. تمام كده. يفضل ان انت تعجني العجين ده قبلها ب10 15 ساعه كمان. هتخبزي الصبح تعجني من بعد صلاه التراويح على طول، هتخبزي بعد الفطار قومي من النوم اعجني.
العجينة كل ما بتغيب معاكي بتحلو. بولع الفرن بتاعي وبسخن الصواني وبمسح الصينية بتاعتي في البداية خالص مسحة واحدة من الزيت. تاني مرة ما تمسحيش وجربي الصينية ودخلي الفرن وطلعي، لقيتي بيلزق جامد وبيشبط معاكي كده لازق جامد، هتضطري ان انت تمسحي. لقيتي المقادير مظبوطة معاكي، لقيتي البسكوتة حلوة معاكي زي حالاتي كده، البسكوتة انا طبعا كنت غبست شوية من البسكوت، البسكوت لقيته انا مسحة اول مرة بس، علشان كتر مسحانك للصواني بالزيت بيخلي البسكوت يفرش معاكي. البسكوت انا كنت غبست شويه اهوت جنب الفرن، وبنتي هدى بتقطف ونورهان بتفرم، وانا كنت قاعده قدام الفرن وطبعا يعني ايه، اما الصينيه تطلع من الفرن على طول وهو سخن تسلكي، هو ما بيبقاش لازق ولا حاجه، بس انا اقصد ما تسيبهوش يبرد كتير عشان ما يلزقش منك. اول ما يطلع من الفرن سلكي بالسكينه هتلاقيه بيطلع معاكي بكل سهوله، وتقومي منزله بقى في صينيه كده. انا بفضل ان انت ما تدخلوش في الكيس على طول وهو سخن، يعني احنا بنحط في كرتونه في سطل وبنبقى حاطين فيها الكيس او المشمع بتاعنا، افضل ان انت تحطيه طبق الاول في صينيه كده علشان يبرد وبعد كده تعبيه. ولعه الفرن بتاعك زي ما انت شايفه ولعه الفرن اهيت، ولا هي عاليه قوي ولا هي هاديه قوي، الولعه بتكون متوسطه. ولعه البسكوت ما بتكونش هاديه قوي زياده عن اللازم، وما بتكونش عاليه قوي زياده عن اللازم، عشان البسكوت ما يبقاش طري منك يعني ويرطب منك بكل سهوله. هيطلع معاكي شكله حلو لكن هتحسي ان البسكوته طريه، فاهمه؟ لان انتي عليتي عليه النار. النار لازم تكون يعني ايه متوسطه وتكون مظبوطه. تمام كده، ده البسكوت، شايفين البسكوت وجماله وحلاوته. انا هنا حاطه في السطل الكيس اهوت، بس زي ما قلت لك انا هفضل ان انا املى الصينيه كده واحس ان هو برد معايا، على مثلا لقيت العيال كسرين عليا كده وفي صينيه زياده محطوطه بقوم معبيه براحتي بقى. شايفين البسكوت؟ البسكوت اهوت الصواني بسلك، بس هو لسه سخن، بسلك زي ما انت شايفه بكل سهوله. وشايفه الصينيه قدامك مش لازق جامد ولا اي حاجه خالص، هي مسحه والله العظيم بالله العظيم. انا مسحت في البدايه خالص المسحه بتاع الزيت بس، وبعد كده ما تمسحيش لان المقادير معاكي مظبوطه. بتحس ان البسكوت معاكي بيبقى غبيز وزي المقادير بالظبط، بيريحك. وكل لما البسكوت بيطلع حلو من الفرن والمقادير بتاعته مظبوطه بيريحك انت وانت قاعده قدام الفرن، وبيريح اللي بتقطف وبيريح اللي بتفرم، لا بيشبط ولا بيلزق ولا بيلزق في الصواني. انا منزله الصواني كده من قدام الفرن نضيفه كده اهوت كاني ما غمستش فيها، لان البسكوت كانه بسكوت مقادير، لان زي ما قلت لك المقادير معايا مظبوطه. ده كانت مقادير البسكوت زي ما قلت لك. حسيتي وانت بتخبزي في الفرن مثلا ناحيه من الصينيه بيضه وناحيه حمراء، حطي ودي الصينيه يم ناحيه من الشوارق كده، هتبص تلاقيه لون معاكي. وطبعا اللون ده يرجع لك، انت بتحبيه احمر بتحبيه مثلا اصفر زي ما انت حابه. يعني انا عندي الاولاد بيحبوا البسكوت احمر، يعني ده كده كان ابيض كمان، يعني لو لقوا البسكوته الصينيه تقول لك حمري شويه يا ماما، اقول لها حاضر. هما بيحبوا البسكوت احمر مقرمش كده. الصينيه ديت بقى يعني يعني كنت قصداها الصينيه معاكي، لو لقيت الصينيه احمرت معاكي من فوق والصينيه من تحت حسيت ان البسكوتايه من تحت بيضه، يعني قعر البسكوته شايفين انا جبتها اهوت وحسيت ان البسكوته بيضه، عادي خالص بتدخليها الفرن عادي ما بيحصلش اي حاجه. وما بتهديش النار من فوق، لا بتعلي من تحت، عشان الفرن انت ظبطتيه معاكي خلاص، بتعلي من تحت في ثواني كده بتلاقي البسكوت معاكي احمر وبتقوم مطلعاه. كده كنت خلصت ونزلت تحت وخلاص. قلت بقى ايه هنهي الفيديو تحت بقى، احنا وريناكم واحنا بنخبز فوق. يا رب كده تكونوا استفدتم واتبسطتم وقدرت افيدكم وطلعت منه ولو بمعلومة صغيرة. يا رب تعملوا كده والبسكوت بتاعكم يطلع احلى من ده كمان بكتير بكتير. كل سنة وانتم طيبين وبألف صحة وسلامة يا رب على الجميع ان شاء الله. وده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.